هو خريج دبلوم فرنسي بكالوريوس إنجليزي، لكن ترك مجال تخصصه وبدأ بمشروع بسيط قبل 7 سنوات، حيث دخل مجال الطبخ عبر السوشيال ميديا. أحب عمله كثيرا وأقام بتوسيعه. إنه الشيف محمد سمير. حياك الله ومنورنا. أستاذ أهلا وسهلا، هلا بكم. أهلا بك، نورت قناة أشكركم على هذه الدعوة الجميلة، تسلمون. حياك الله، منورنا. شكرا لكم. طيب بداية احكي لي بداياتك بهذا النجاح، ومن البداية أريد تحكي لي لحد هذه اللحظة. والله البدايات أكيد يعني حال أي بداية كلش صعبة كانت. والناس السلبيين اللي داير مدايرنا تعرفون أنتم هالفقرة. صح. ما حد يأيد وكلها تحكي وكلها الذم، بس استمريت الحمد لله. بلشت بالمشروع بدايته يعني مشروع كان كلش بسيط. من أول شخص قال لك أكلك طيب؟ والله هاي مال الأكل الطيب يعني ما سمعتها بالبداية، بس كبداية المشروع اللي ساعدني عليها هو أخوي الكبير. حلو. واهلي هم كانوا داعمين الي. يعني قلت لك البدايه كانت كلش صعبه. نعم. بلشت اصور، يعني حاولت اربط بين صناعه المحتوى وبين الطبخ. حلو. فشفت الناس يعني حبت هذا الشيء، قامت تسال وين عنوانك، نريد نجي نجرب اكلك. فهذا الشيء اللي سوالي دافع قوي بالبدايه، رغم الانكسار اللي صار وجتنا كورونا تتذكروها. نعم. اي. فوسعت المشروع، شفت اقبال اكثر من الناس يعني. فبلشت هسه فتحت فرع ثاني قبل فتره بالمنصور، زاد الاقبال اكثر بعد. يعني المتابعين قاموا يجون رغم الصعوبات اللي انت مريت بيها، لكن وصلت لهذه المرحله لهذه النقطه من النجاح. ما يأست ابد، وصعبه كلش كانت البدايات، بس لا النتيجه حلوه. الحمد لله. حلو. طيب محمد، بما انه حضرتك يعني اختصاصك بمجال الدراسه يختلف او بعيد عن المجال اللي انت داخل به حاليا وابدعت به ايضا، شنو الاكلات اللي بلشت بيها؟ بلشت اول شيء مقبلات. بس مقبلات. مقبلات بلشت. شفت الناس حبت الموضوع، ويعني من دخلت بالمجال شفت اكو صناع محتوى يعني مجال الطبخ من يبدون يشرحون يصورون على فد اكله. نعم. ما ينطوها 100%. يعني من يوصلون للمسه الاخيره اللي تخلي مثلا طعم هاي تختلف مال المطعم. ليش ناس تسالنا دائما مثلا ليش خلينا نقول حمص بطحينه او الباذنجانيه او اي نوع من المقبلات بالبيت من نسويه ما يضبط مثل المطعم، ما يطلع نفس النكهه. طيب. فعلا. فمن نتابع الفيديوهات من يوصلون للمسه الاخيره مثلا فديك اضافه بسيطه ما يذكروها، ما ينطون الفيديو كامل. بالضبط. اي. فانا ايش سويت؟ لا قمت انطي يعني نفس امانه الله نفس اللي اسويه بالمطعم. طيب. انشره. احنا نعرف انه الشيف له كلمه سر بالطبخ. فمو الكل يقدر ينطي هذه الكلمة السر. بالضبط. وهذه لمساته اللي تكون بالأكلة. شلون أنت انطيت هذه الطبخات وهذه كل المقادير اللي أنت تسويها؟ مو قلت لك أنا يعني تعبت كلش يلا تعلمت، وتعبوني يلا علموني. يعني مثلا توصل مرحلة إذا يجي مثلا أبو مقبلات يريد يضيف اللمسة مالته ويضيف يشتغل، من رخصتك تطلع برا. ما يخلينا نوقف فوق راسه. فانا شفت نفسي تعبت، يلا وصلت لها قلت لا والله ما تعب الناس، خلي الناس تتعلم لها. نعم. فالناس هي اللي حبت هاي الشغله وصعدت حسابي وصار عندي متابعين قاموا يجوني. نعم. على المصداقيه، من اقول لهم مثلا هذا الشيء حطوا له هيك وهيك، يجربون يكتبوا لي اياها بالتعليقات صحيحه ضبطت عندنا. نعم. فقلت لك قدرت اربط بين صناعه المحتوى ومحتوى هادف مثل ما نسميه احنا وبين الشغل. نعم. فحبيت الشغل اكثر يعني. نعم. صار بعيد عن الدراسه كلها وتخصصي. طيب محمد، بما انه حضرتك ذكرت انه انت بلشت بالمقبلات او طرق عمل المقبلات على مواقع التواصل الاجتماعي، احنا اي مطعم نروح يعني بين مطعم ومطعم اكو المقبلات طعمها يختلف. أكيد. نسبة الملوحة، البهار، التوابل اللي تتخلى على المقبلات، كل مطعم واخر اكو اختلاف بالنكهات والطعم. شو اللي يميز مقبلات محمد عن بقية المطاعم؟ إلها بصمة مختلفة؟ يعني لو أني جتني مقبلات بالبيت طلبت من مطعمك الخاص بك ومن مطعم آخر، لكن ما أعرف هاي من آكل المقبلات أقول هذا مقبلات محمد أو شيف محمد. صح. شنو اللي يميز مقبلاتك أو الأكلات بصورة عامة اللي حضرتك أنت مشرف عليها أو تعملها عن بقية المطاعم؟ والله النفسية. اي هاي معروفة، الأكل نفسية، والشغلة الثانية نوع البهارات يعني. أنا أحاول قدر الإمكان مثلا أكو كيلو بهارات ب 8000 ويصعد يوصل ل 18 ل 20000، احنا نجيب اغلى شيء. فهي هاي هم تميز الاكل كلش، والاعتناء بالتتبيله بالبهارات مالتها. هي هاي تسوي فرق كبير.
طيب. حلو. بس هي النفسيه فعلا انه النفسيه اكيد الطبخ حتى احنا نفسية. هسه عندنا بالبيوت يعني اكو اشخاص مثلا يعني من تسخرهم على فد اكله معينه، خصوصا احنا الشباب يعني اذا نسخر احد بالبيت نقول له مثلا سوي لنا بيضه او سوي لنا فد اكله معينه بسيطه، اذا كان متعاجز تحسها ما طيبه، بس اذا كان سواها بحب تحسها طيبه ولو ابسط الاكلات. شلون اكل امهاتنا هسه احنا فعلا اكو ناس هم ما يعرفون يطبخون ولا داخلين مطبخ، نعم. لكن من يجون يطبخون طبخه يبدعون بيها لانه يضيفون نفسهم على الاكل. طيب النفسيه احكي لي اكثر، انه كنا نعرف نعم. احنا كعراقيين نحب الاكل الدسم كلش هواي، لازم كلش هواي. احنا اصلا يسمون العراقيين اهل الاكل، بنشوف ان اكل الطيب يمه. طيب احكي لي ان الاكلات الدسمه اللي انت تحب تعمل عليها. والله هو اقوى شيء احنا ضابطيه احنا ومعروفين عليه مطعم شيف محمد هسه اللي فتح جديد، الدجاج على التمن. دجاج على التمن كلش قوي عندي. يعني انتم مشهورين بهاي الاكل كلش، حتى بحي الجامعه مطعمنا ذاك الثاني هم يعني هو الدجاج عندنا رقم واحد. تسوي بطريقه مميزه؟ كلش نعتني به، وقلت لك هسه قد ما راح اشرح لكم يعني الا تجربون يلا تعرفون. اريد بما انه انت تنطي وصفات وما تضم هذه الاشياء السريه، اريد تنطيني وصفه صغيره من اكله من الاكلات او مقبلات. المقبلات يعني شنو هو اكثر شيء ننسال عليه احنا الحمص بطحينه والباذنجانيه. زين احكي لي، هاي الستاندر. احكي لي قل لي مقاديرها. الحمص بطحينه انا دائما يسالون عليها المتابعين، اقول لهم يعني هم يشتغلوها بخلاط صغير بالبيت. هذا الخلاط ما يطلعها مضبوط، يراد خلاط صناعي يعني لازم فرته كلش قويه حتى تطلع القوام مالته يكون كريمي الحمص بطحينه مو محبحب. نعم صح. لازم يعني السكينه مضبوطه، فهاي اللي يعانون معدها دائما الناس. طيب الحمص بطحينه يصير بلا ثلج؟ يصير بلا ثلج. هو صح يضيفوا له خل؟ خل؟ اي طبعا. بس فد شيء بسيط يعني. اني سامعه بالمقادير شويه. هو ممكن خل ابيض او عصره ليمون او لمندوزي حسب. حلو. نعم. محمد اغلب اللي عندهم فد موهبه او فن بهذا نعتبره هو فن طبخ امانه. اكيد فن طبعا. عندهم فد ناس يتابعوهم، فد اشياء يعتبروهم قدوه بمجالهم. تتابع منو من الطباخين العراقيين وحتى العرب والاوروبيين؟ اكو ناس تتابعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او تاخذ فد منهم فد اشياء؟ لا. ما اتابع احد. حلو. لان يعني كنا بداياتنا سويه احنا من دخلنا التيك توك سوت لنا المديره مال التيك توك جروب خاص بنا، ولمتنا احنا صناع المحتوى بالبدايه. دخلنا ماكو بس ببدايه المشوار كل من صعد حسابه قام ما حد يرد على الثاني. قاموا ما يردون، اللي توثق حسابه قام اصلا ما يعني هيك، فما اتواصل وياهم. يعني انت مو قلت لك الظاهر شكل من تتعمق وياهم شكل ثاني. فعلا. يعني مثلا بالافتتاحيه مال المطعم هذا مالتي الثاني اللي هم اصدقائي، المفروض تواصلت وياهم دعوه، انتم اصدقائي مسوي لكم دعوه تعالوا. لا احنا اعلانات ما نشتغل. قلت هسه ما نريد اعلانات، دعوه انا داعيكم. نعم. يعني اقل واحد طلب 20 ورقه يلا يجي. صح. هذول اصدقائي المفروض. حلو. نعم. فمبتعد عنهم كلش انا. افضل لك. احسن. طيب بما انه انت ذكرت انه انت بديت مجالك بالسوشيال ميديا تحديدا. طبعا. قل لي اقبال الناس على محتواك على الطبخ بشكل عام شلون؟ لانه احنا نعرف انه امهاتنا العراقيات كل شيء يحبون الطبخ طبعا، وماكو اكله ما يطبخنها، وحتى اللي ما تعرف تطبخ فهي تبدع بالاكلات. احكي لي اقبال الناس وخاصه الشباب هم يتابعوك؟ طبعا. بس اكثر شيء البنات. يحبون يتعلمون كلش يعني. وتنطيهم المقادير طبعا اكيد. انا يعني كل فيديو اشرحه. اللي عجبني انه ينطي المقادير، ما يستحي ولا يقول انه انا ما انطي مقادير شيء، انه اني هذا سر المهنه، هذا قلت لك هو من باب انه انا تعبت يلا تعلمتها، فتريد تسهلها على الناس. وهم اريد يعني من باب الاجر، يعني لي اجر من تعلمون شخص. محمد بما انه رغد ذكرت يعني امهاتنا قبل، سابقا النساء الكبار بالعمر ما كانوا مثلا يريدون يطبخون في الطبخه التوابل او البهار ما يخلوا بمقادير بالايدين ويخلون يعني هيك ملح هيك يطلع الاكل مضبوط كملوحه كتوابل بصوره عامه. حاليا البنات او الجيل الحالي يطلعون على اليوتيوب ولازم خاشوقه الفلانيه. انت شخصيا تتبع يا المقادير، انت عينك ميزانك على قولتهم بلا قياسات؟ بلا قياسات طبعا، لان هي ممارسه. يعني صار 7 سنوات هم اذا يوميا تخمر لك سطل سطلين فتاخذ ايدك بعد. انا اشوف ما اعرف يعني هو كل من طريقته، بس موضوع ميزان لا ابد يعني. حلو. هي شمره يعني، هاي اللمسه هيك. يعني هي بالممارسه اعتقد تصير.
بالممارسه طبعا اكيد، من واحد تاخذ ايده على الشغل بعد ما راح يحتاج الميزان. طبعا محمد اكو بنات، يعني اعرف بنات قريبات علي انه يخلون بالمقادير التوابل، لكن هم يطلع الاكل يا اما مالح يا اما ماسخ يا اما حار كلش، فما اعرف هم اكو هذا السر بهذا الشيء. والله ما اعرف شو احكي، بس ما يدبروا. مصيبه البنات والله العظيم، لو تشوفين الاسئله اللي يسالوني اياها كل شيء ما يعرفون طيب يسوون. برايك انه شنو الاشياء الغلط اللي يتبعوها كبنات او كشباب او كشيف بشكل عام غلط بالطبخ؟ شنو الطريقه الخاطئه اللي يتبعوها؟ يعني اللي يبدي بهيش موضوع لازم يعني ما يشتغل شيء شخصي بس هو اللي يحبه. مثلا اوكي انا سويت اكله اليوم ضقتها شفتها عجبتني خلاص لازم افرضها على الكل. لا، نسوي تيستات يعني تقدم ل 10 اشخاص 15 شخص. حلو. وتسجل ملاحظات، انت شنو رايك انت شنو رايك، بالاخير نجي نسجل ملاحظات نطبقها نوصل للنتيجه راح تعجب خلينا نقول 90%. اي نعم. عاد يبقى هو كل من ومعامله. نعم. نعم. طيب محمد، بمجال الطبخ بالتحديد بالمطاعم، ما لنا علاقه بالبيوت، تشوفون الاكثر ابداع بهذا المجال النساء ام الرجال؟ لا، الرجال طبعا. شنو السبب؟ يعني من ناحيه السرعه مال التجهيز، بما انه احنا نعرف انه هي شغله نسائيه بالضبط تعتبر. بس يعني النساء ما يرهمون تجهيز مطاعم، مستحيل يعني. يعني اكو نادر كلش تلقى. انت هسه تحيزت لكم. لا والله مو تحيزت، احنا نحكي الصراحه. اكو يعني اوكي ترهم تجهيز مثلا. نعم. تسوي حمايه صغيره، وجبات بسيطه بس مال كميات وتجهيز بسرعه رجال. حلو. حتى النفسيه انا مجربها يعني، لا الرجال اطيب هواي. اي هسه انا زعلت. ليش؟ طيب مو قلت لك هسه مثلا يعني ما تقدرين تجيبين مره مثلا توقفيها على شوايه مال دجاج تبيع مثلا 500 600 دجاجه، مستحيل هذا الشيء. ولا راح تقدر تنظف 500 دجاجه وتخمرها، صعبه. صح. نعم. اي طيب انت حاليا بالمطعم اكو شيف غيرك؟ اي طبعا. انت ما اقدر وما اريد ادير مطعمين. طيب. صعبه كلش. طيب من تجي تريد تعلم على المقادير. نعم. وتريد تعلم على الاكلات اللي انت تسويها، تحس انه ياخذ بسرعه ويطلع نفس الاكله اللي انت تطبخها؟ هو حسب الاشخاص، اكو لا يعني يفرض اللي عنده انه اللي عندك غلط واللي عندي صح. نعم. اي واكو لا متعاونين، يعني احنا وياهم نقعد مثلا نوصل لفد نتيجه مرتبه حلوه تعجب الزبون ونتفق عليه ونمشي يعني عليه. هسه احنا اذا اجينا وضقنا الاكل راح نميز، راح نقول انه هذا اكل محمد وهذا لا. اي طبعا. لك بصمتك بالاكلات أكيد. اللي موجوده بالمطعم راح تجربين وتشوفين. لا احنا لازم اكيد نجرب يعني. لازم يعني خلاص احنا قفلنا انا واخذ على التجربه. اي يعني عندنا الدولمه عندنا الدجاج رقم 1. نعم. طيب محمد، احنا كشباب من ندخل بمجال اي مجال معين نتباهى ونقول احنا وبس واحنا نمبر 1 بهذا المجال. اكيد يجوك فد شباب يعني يدون يشتغلون بالمطعم ويقول لك انه اني شيف. اثناء الاختبار او التيست شلون تعرف او شنو الاشياء اللي لازم تكون متوفره بالشخص اللي يشتغل بهذا المجال او كشيف او بمطعمك بالتحديد؟ يعني من تعطيه مثلا تقول له اوكي سوي لي هاي الاكله الفلانيه وانت راح توقف عليه تكون مشرف، شلون راح تعرف هذا شيف او مو شيف او عنده خبره او لا؟ يعني ابسط الاشياء. صادفنا هيك مواضيع هوايه. راح احكي لك واحده من المواقف اللي صارت بي، انه كنا محتاجين خلفه مال بيتزا. نعم. فاجى شخص قال اني خلفه وشوفني صور بيتزا وشغلي وهيك شيء. صراحه الصور عجبتني. يعني فتحت العجين وهيك شيء مرتبه، فقلت له يلا توكل سوي لنا تيست هسه عجني. طب القسم جوا دا يشتغل المفروض غراضه كامله، فاني يم الكاشير واقف ورا ربع ساعه هيك طبيت، شفته تاخر ربع ساعه تقريبا ثلث ساعه طبيت لقيته فاتح يوتيوب. اي مطلع طريقه العجينه. اي فمن شافني يعني ارتبك راسا سد التليفون. ليش؟ قول لي انا على المكتب. قلت له قلت له ايش تسوي؟ قال والله بس اريد اشوف الاضافه مال العجينه. قلت له انت مو خلف المفروض كل شيء تعرف. اي سكت. فاكو ناس يعني يقولون احنا خلفات، يقولون احنا شيفات مثلا، بس هم كل شيء ما يعرفون. نعم. يعني يشوفون فيديوهات قبل لا يجون يطبقوها. طيب. فهاي صادفنا هوايه. طيب محمد، احنا نعرف انه كثره المطاعم حاليا بالوقت الحالي كلش هوايه. كلش. شنو اللي يميز مطعم محمد؟ يعني شنو الاكلات اللي انت ضايفها مميزه بالمنيو؟ اللي يميز قلت لك هو بالدرجه الاساسيه الطعم والاسعار. يعني طيب المنيو على شنو يحتوي؟ احنا هسه مطعم المنصور اللي فتحته بس شرقي. فهو الشرقي بصوره عامه، المقلوبه، البرياني، الكبسه. هو بعد الاكلات العراقيه اللي يحبوها. اي بالضبط. مطعم مال حي الجامعه لا يعني بس غربي سويته وضفت وياه دجاج. حلو. اي فصار شرقي بغربي هيك انقسم نصين. شنو تحس انه اكثر اقبال على الشرقي ام الغربي؟ لا الشرقي طبعا. نعم. الشرقي ما صار لي شهرين بيه بس
قباله كلش قوي. حلو. مو مثل اللفات والسناكات وذني. نعم. نعم. محمد، مثل ما ذكرت رغد انه كثره المطاعم حاليا خصوصا ببغداد، بعض المطاعم من يجونهم زبائن اثناء طلبهم للاكل، بعد ما يتناولون الاكل يجي احد من الموظفين بالمطعم يسال الزبون او اللي جاي ياكل شنو رايك بالاكل؟ هاي لازم. او ينطي فد ملاحظات، انتم تاخذون بالملاحظات اذا طلب منكم الزبون او ذكر انه هاي مثلا الاكله بها خلل او هاي ماسخه، هاي مالحه، هاي بارده، هاي حاره، راح يعني تاخذون بنصائح او ملاحظات الزبائن ولا لا؟ طبعا اجباري يعني. اي انا يعني حتى اذا ما انزل للصاله وحاكي الزبون او الكابتن يحاكي الزبون بس يطلعون ما راح تدخلوا لي على الخاص للاسف. انا ما اكثرهم متابعين. حلو. وتجي الشكاوي كبدايه بالبدايه تفتيحاتنا جت شكاوي طبعا اكيد. كانت عندنا مشاكل هواي بس لا انحلت والزبائن رضوا والحمد لله. حلو. طيب انت ذكرت لي خلف الكواليس انه انت ما مختص باكل الدايت. لا ما مختص باكل الدايت. طيب ما تحب الدايت؟ اعرف اشتغله من راد لشيء بس ما احبه يعني. بس انت محافظ على وزنك. مو تشوف انه حاليا بالرياضه. اي لان هو لازم الشيف دائما يكون وزنه 100 وفوق، معروفه هاي. صح. 100 ل 150. مو تشوف انه حاليا شباب عندنا اغلبيه الشباب مهووسين بالرياضه والدايت بشكل عام، فانت ما حبيت او ما خطرت لك فكره انه تنزل وجبات كدايت؟ اشتغلتها بالبدايه بس من جيت ادخل بمجال الدايت حتى اضبطه عالم ثاني، يعني لازم نعرف الاستاذ مثلا ايش قد محتاج سعرات حراريه، ايش قد محتاج، يعني لازم خبره، يعني حسب لازم الشخص. دكتور انه هو يحدد وتربطين بين الطب وتربطين بين الطبخ، فهاي اثنيناتها صعبه، يعني ما عندنا دكاتره، يعني ما عندنا شخص العفو من يريد ينزل وزن ما يروح على دكتور اخصائي تغذيه ويكتب يمه ياخذ وزنه يسوي له تحاليل يعرفون ايش محتاج وايش ما محتاج، لا راح على مثلا على كابتن قلل الاكل، نعم. قلل الاكل انت تضعف، ها هي يجي اريد اكل بدون دهن بس هاي اللي يعرفوها اي او خبز ما اريد، مو هذا الشيء غلط، يعني انت مثلا اكو مقادير واكو اوزان، نعم الكالوريز يحتاج النشويات يحتاج كل شيء، السكريات يحتاجها بس لازم تعرف شو تدخل لجسمك، فقلت لك عالم ثاني بعيد عن شغلنا كلش، يعني حسب الشخص تجي الاكله، اي ما تقدرين يعني ما كل شخص عن شخص تختلف اللي يحتاجه الجسم، فدوخه كلش، فاختصينا بالاكل ستاندرد، اختصرت الموضوع اختصرته بالاكل الدهين اللي بيليه ولحم كالماستر مالتنا هو هذا اكلهن، اي بالضبط هو هذا الاكل مالهن مثل ما قلت. نعم. طيب محمد، ما خطرت ببالك فكره انت وبقيه اصدقائك اللي بهذا المجال انه تعملون دورات للشباب والبنات بمجال الطبخ او الطهي بصوره عامه؟ والله انا هسه يعني كتعليم وهيك شغلات؟ هي حلو خوش فكره، بس هو نفس الفكره مطبقها بس على السوشيال ميديا، قلت لك يعني ايه، بس بارض الواقع تكون اكثر يعني بها يعني استيعاب للخبره او استيعاب للخطوات اكثر، خصوصا اذا مثلا نسوي يوم بالاسبوع خاص بالمطبخ اللي يخص مطعمك، هم يكون اعلان للمطعم وهم يعني تكون لك يعني مثل ما ذكرت انت بالبدايه تقول اجر وثواب، اكيد يكون ارض الاجر والثواب بارض الواقع للبنات والشباب، وكثير عندنا من البنات والشباب عندهم حب بهذا المجال لكن ما لاقين الفرصه او الشخص اللي يدعمهم، مثل ما ذكرت انت بالبدايه قلت ما حد دعمني. حاليا ثامر انطاك فكره حلوه، عجبتني الفكره كلش صراحه، فانت اذا حبيت هسه بس اطلع راح اصفن عليها وعلى اكثر راح اطبقها. لا ثامر بالافكار يعني لا صدق يعني فكره تخبل. لا امانه يعني احنا اغلب الشباب عندنا عندهم هاي نوعيه الكسل، يعني من يتخرج من انت الحلو بيك انا سالتك بالبدايه انه انت اختصاص دراستك مختلف بعيد كل البعد عن المجال اللي دخلت به، لكن احنا بعض الشباب عندنا من يتخرج يقعد بالبيت ينتظر يا اما يشتغل باختصاصه او ما يشتغل غلط. وما يسعى او ما يجرب يدخل بمجال اخر حتى يبدع به. والله باوع الشغل موجود وصحيح حكيك، بس اكو ناس هي معتمده، اكو ناس يعني هي تريد بس وظيفه. نعم. انا اشوف موضوع الوظيفه لا يعني ضده انا ابد، يعني نعيش لحد ما نموت على نفس الراتب، واحد ما يقدر يطور نفسه. صح. فالعمل الحر احسن بهواي. نعم. طيب انا حتى ما قدمت على تعيين ولا على التربيه ولا على اي شيء اصلا. ولا تظاهرت ولا اي شيء. جماعتي كلهم مظاهرات طلعوا ويلا حصلوا تعيين انا بعيد عليها. فعلا. نعم. طيب شلون تلقى وقت بين انه تقدم محتوى للناس بالمواقع التواصل الاجتماعي وبين المطعمين؟ والله هي كانت بالبدايه سهله بس هسه لا صارت صعبه. شلون تنظم وقتك؟ مثلا خلينا نقول اريد اطلع نوع من المقبلات. محتاجيها، مثلا خلصنا الباذنجانيه، خلصنا الرمانيه، خلصنا التبوله. فانا واجهز ابدا اصور، ستاند حاط يمي بالمطعم. اي صور جهز الاكله مثلا تنزل بالعارضه وبالليل نمنتجها،
ننشرها ثاني يوم هيك. نعم. طيب محمد، صناع المحتوى بصوره عامه او اللي عندهم هيك اشياء يعني موهوبين بمجالات دائما يتعرضون لسرقه. اذا مثلا تنزل صوره اكله معينه او وصفه معينه يلغون صوت، يخلون صوتهم، تعرضت لهيك حاله بالتواصل الاجتماعي؟ كلش هوايه يعني. طيب شلون تتعامل ويا هيك حاله؟ ما تقدر تعمل وياهم، شو تسوي لهم؟ بالعافيه خليه ياخذوه. اي يعني اكو فيديوهات انا انشرها مثلا يمي بالصفحه مالتي، مثلا خلينا نقول جابت 250,000 او نص مليون مشاهده. نعم. تلقى ابو بيج ماخذها قاص الفقره اللي انا طالع مطلع وجهي بيها. نعم. ومنتجه من جديد، ضايف صوت جديد، يجيب مشاهدات عنده اكثر. طيب. نعم. اي بس ما تقدر، شو تريد تسوي لها؟ هاي نعم. هي السوشيال ميديا، واحد يخلط من الثاني. بالضبط. كنا نعرف ايضا انه المواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام نعم. بها تعليقات سلبيه. واي. شلون تتعامل ويا هذا الموضوع؟ تتجاهل التعليق لو ترد عليه؟ والله الصراحه هي التعليقات السلبيه كانت تجيني من القريبين مني يعني. ما تجي من المتابعين. تعرفهم يعني؟ وجه بوجه يحجوها. حلو. اي يعني الخطيه الغربه المتابعين بالعكس، يعني طاقه ايجابيه ينطون فول. نعم. وعاشت ايدك ورحم الله والديك وممنونين. اما القريبين لا، مثلا اول ما يشوفوني لا يضحكون، هاش تسوي انت؟ خابص روحك قاعد تثرم طماطه. هاي بدايه الموضوع. انت ايش تسوي؟ شنو الانجاز اللي مسويه؟ هي بوتيتها، هي ما ادري شنو. سمعت هذا الحكي كلش هوايه من القريبين حيل من عندي يعني. هسه لا. كلها سكتت بعد. ها هي. نعم. كل ما اصعد اكثر يطفون اكثر هيك. نعم. أي. طيب محمد، سؤالي الاخير لحضرتك، شنو بالمستقبل او شنو الطموحات اللي حاب تسويها بالمستقبل على صعيد هذا المجال اللي انت حضرتك؟ حاب اقدم برنامج. اي على الطبخ. قناه فضائيه تخص الطبخ. ودا اشتغل عليها على رمضان، اريد اسويها. اي اريد هيك ان شاء الله. فكره حلوه، بس راح يصير عليه كلش لود يعني. شلون راح يعني واحد هي 30 حلقه نتفرغ لها عادي، ماكو مشكله، حتى لو اجيب احد بمكاني. لان هي قلت لك مجال لازم واحد يطور نفسه يعني، مو بس يفتح مطعم ويقعد. طبعا محمد، احنا كلش شاكرين تواجدك ويانا، وكلش نفرح من نشوف هيك شباب مثل حضرتك طموحين وابدعوا بمجال عملهم. كذلك قناه زاكروس هي داعمه لهذا المواهب او الطاقات الشبابيه بصوره عامه. طبعا اكيد نوجه كل الشكر لمديره قناه زاكروس الست هيفاء الحسيني لدعمها لهذه المواهب الشبابيه تحديدا باغلب البرامج. احنا دائما نسلط الضوء على هيك شخصيات مثل حضرتك. نتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله يكون لك فرع بكل المحافظات، وايضا باقليم كردستان يكون لك فرع ان شاء الله. اكيد. شكرا لك بتواجدك ويانا، نورتنا. اكيد مشاهدينا احنا بعدنا مستمرين وياكم، لكن راح ناخذكم للبصره الفيحاء لتقرير قصر الثقافه والفنون في البصره في مهرجان التراث الغير مادي الاول الى هناك.